السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى لما نعمل احلى سلطة رنجة ورنجة مشوية؟ يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. انا جايبة هنا كيلو ونص رنجة، حسب ما انت حابة وحسب ما انت عايزة. هتجيبي حجم قد ايه؟ انا طبعا جبت رنجة وهنضفها معاكم. انا جايبه الرنجه حلوه، جايباها طبعا كبيره، لازم تكون فكه. لو انت عايزه تشويها على النار في الاول براحتك، بس انا هوريكي طريقه حلوه او سهله جدا 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 وهتعجبك. اول حاجه ان احنا هنبتدي في تنظيف الرنجه. هنبتدي ان احنا نسلخ الرنجه الجلد بتاعها الاول. تمام، بصوا انا بشيل الجلد بتاعها كده، طبعا سهل جدا وبسيطه وهتقلعي تشيليها على طول ان شاء الله. سهلة جدا ان انت تشيليها، انا عامة بشيلها كده بكل سهولة. على فكرة انا كده هشوي الرنجة بردك، بس مش هشوي اللي هي تتعمل سلطة رنجة، بس هشويها بطريقة حلوة قوي. كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتعجبكم الطريقة. اول حاجة انا بخلي الرنجة، بشيل القشر بتاعها. هو بيتشال بكل سهولة. طبعا انا مخيلني الكيس ده، بس انت براحتك بقى. لو انت مش عايزه تلبسي كلافز ولا حاجه براحتك، بس انا بصراحه عشان كنت نازله، فطبعا ما كنتش عايزه ايدي تبقى فيها بقى ريحه زفاره او رنجه ولا حاجه، لانك مهما بتغسلي فيها بملح وبخل وبليمون وبكل حاجه، الريحه برضو بتفضل في ايدك حتى لو ريحه بسيطه جدا. بس انا بصراحه مني كنت نازله وكده، فما رضيتش ان انا اعملها بايدي بس. بصوا بقى بتتعمل ازاي. الرنجه كانت تحفه وجميله جدا ودلعه، وفي منتهى الجمال بصراحة، تستاهل بقكم. بصوا بيضة وجميلة ازاي. انا طبعا هعمل يعني هنضفها معاكم واحدة، وبعد كده انا هكملهم كلهم وارجع لكم. يعني انا بس قلت انضف الواحدة كاملة معاكم، انضفها وبعد كده انا هبقى اخلصها. وهوريكم بقى وهي بتتشوي وهي مخلية كده، يعني بعد ما تنضفيها وتشيلي القشر بتاعها ومش عارفة ايه، هتشويها بطريقة حلوة قوي قوي قوي، وهتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. للي بيحبوا الرنجة مشوية، انا عن نفسي لما بعمل سلطة الرنجة ما بشويهاش بصراحة. يلا نخش على سلطة الرنجة الاول. انا عندي هنا ده جرجير، وده بصل، وعندي خيار وطماطم وفلفل وليمون. وما كانش عندي بقدونس اخضر، بس عندي بقدونس ناشف. هنحط الاول في الكبة البصل، وهنحط الجرجير. طبعا ده دوت يا جماعة اللي بيحب البصل مع الرنجة، لو كلتوها بالطريقة ديت مش هتعمل معاكم ريحة بصل في بقكم ولا اي حاجة. في ناس بتاكل البصل ما بيجرالهاش اي حاجه وما بتتعبش منه. انا بصراحه من الناس اللي لما بتاكل البصل لوحده بتعب منه جدا، وبيقعد ريحته في بقي مش ممكن يومين، يوم بليله كده. بس انا بصراحه بتعب منه جدا لما باكله كده لوحده، فانا بحطه في الرنجه، بس بحطه ني. ولما بتاكليه كده ما بيعملش اي ريحه خالص معاكي. ولو انت عازمه حد ولا حاجه، طبعا البصل بقى، طبعا البصل مفيد وكل حاجه، بس انا صراحه مش بعرف اكله كده. بصوا بقى احنا حطيت طماطم وجرجير وفلفل وخيار. تمام. ولا اي حاجه من دي خالص بتعمل زفاره وانت بتيجي تاكلي. انا هفرمهم فرم ناعم في الكبه، مش ناعم قوي يعني، لا خشن شويه كده، بس احسن ما هقطعهم على ايدي، لان الولاد لما هيلاقوا الحاجه متقطعه في على ايديكي مش هيرضوا ياكلوها على فكره. فانا ولادي من ضمن الولاد اللي هم متعبين قوي دول، ما بيرضوش ياكلوا الحاجه بتاعتي وهي متقطعه. يعني لما بيلاقوا البصل سليم والحاجه سليمه ما بيرضوش ياكلوها. بصوا انا هفرمها في الكبه. تمام. مش هنعمها قوي، هخليها يعني، لا كده انا هنعمها كمان شويه، بس مش هنعمها يعني لدرجه ان هي تبقى ناعمه قوي قوي، لا.
انا هوريكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي. هي هتبقى قطع بس مش قطع خشنه يعني، هي كده وبس. يا رب يجعل الايام كلها خير وسعاده وهنا عليكم يا رب. وكل اللي بيتمنى حاجه من ربنا ربنا يحققها له ويديكم كل اللي بتتمنوه يا رب. طبعا انا ضربت الخضار لوحده في الكبه، ومش هحط يعني، انا ما حطيتش الرنجه معاه لان انا هبقى عايزه الرنجه صحيحه زي ما هي، عايزاها حتت كده قطع وهي متقطعه في ده بقى البقدونس الناشف، انا ما عنديش بقدونس فريش. تمام، فانا حطيت بقدونس ناشف. بس انت لو عندك فريش طبعا حطي، هما الاتنين يعتبروا زي بعض. حطيت كمون، واحط كمان شوية ملح علشان الرنجة دلع جدا والخضار كمان دلع. حطيت ملح وكانت مظبوطة جدا على فكرة، انت والحدق اللي انت بتحبيه. وكمان هعصر ليمون. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هما ليمونتين، وانت لو عايزة اكتر حطي برضو. انا الليمونتين كانوا كفاية اوي، كانت مززة معايا وكانت جميلة جدا. تمام. جربوها وان شاء الله مش هتندموا ان انتوا جربتوها والله. وهنحط طحينة خام. تمام. انا بحب اجيب الطحينة من السرجة يا جماعة. بحب اجيب طحينة السمسم، بتبقى حلوة قوي قوي في في السلطة الرنجة، في اي حاجة فيها طحينة. انا بحب الطحينة بصراحة اللي هي خام. وطحينة السمسم ما بحبش طحينة الخليط. فبالتالي لما بكون عايزة طحينة خام فبجيبها من السرجة. كده بقى انا بقطع الرنجة معاكم اهو. بحبها قطع كده، ما بحبش اضربها معاها في الكبة. فانا مرضتش اضربها معاها عشان ما تختفيش معايا. فانا بحبها قطع. انا كده قطعت الرنجة كلها والفها مع بعض. لفيها كويس بقى معاها كده. عايزة تحطي زيت براحتك حطي. انا هستكفى ان انا هحط زيت ذرة من فوق الوش بس. جربوها ان شاء الله والله مش هتندموا ابدا ان انتوا جربتوا الطريقة دي. وهتعجبكم جدا جدا بإذن الله. تعالوا بقى يلا بينا نروح نشوي الرنجة اوريكم هنشويها ازاي. ادي طاسة، اي طاسة ما بتكونش بتلزق على النار وفيها شوية زيت. وهنحط عليها الرنجة وهنشويها. وممكن تقلبيها بايدك عادي، انا بقلبها بايدي على فكرة. دي طريقة للي ما بيحبش الرنجة، يعني ان هي ما تحطتش على النار ولا حاجة. انا عن نفسي بشوي الرنجة والبطارخ. برضك بشويهم على الجريل كده او على اي طاسة زي ما يعجبك. هي مسافة ما بحطها بس وارص بقية الرنجة على الجريل. هتقومي قلبها بايدك عادي خالص، انا عن نفسي هقلبها بايدي. بصوا الشوت من الناحية التانية ازاي. جميلة جدا. وبرضك هشتغل بايدي على فكرة عادي. وكمان لما بتشوي البطارخ بتاعتها بتبقى حلوة قوي. بيبقى طعمها تحفة بصراحة. يا رب تجربي الوصفة بتاعتي وتعجبكم ان شاء الله تعجبكم. وتعتمدوها بإذن الله. كده انا خلاص شويت الرنجة بتاعتي. تمام، هحط كمان كام واحدة وخلاص على كده. لان ولادي برضو بيحبوا الرنجة المشوية والبطارخ المشوية. فانا انا بعشق سلطة الرنجة بصراحة. احبها جدا اكتر من ان انا الرنجة المشوية لانها بتديني طعم حلو قوي. فدي بتمزجني انا. انما ولادي بيحبوا بقى الرنجة المشوية. وبرضك على فكرة اكلوا معايا من سلطة الرنجة وسابوا الرنجة المشوية خالص. كده بقى هنحطهم مع بعض اهو. تمام.
حابه بقى انت تحطي ليمون زياده براحتك، حابه تحطي شطه، بس هو اساسا الفلفل اللي انا حطيته كان حراق جدا وكان مديها يعني مخليها سبايسي كده وجميله قوي. انا بحب احط يعني لو ما فيش شطه بحط فلفل، يعني لو الفلفل بتاعي بارد بحط كمان شطه معاه، بس الفلفل كان حامي جدا فانا ما حطيتش شطه بصراحه تاني. كده انا حطيت شويه زيت من فوق الوش، وكمان الرنجه المشويه هنحط عليها شويه زيت وهنعصر عليها ليمون. واللي فاض من الخليط بتاع سلطه الرنجه انا حطيته للولاد كده لو عايزين يغمسوه ولا حاجه، بس هم استكفوا بسلطه الرنجه ما كانوش حاجه تاني. مع السلامه.